أول ما نسمع كلمة بترول بيجي في دماغنا حاجتين: كمية الفلوس اللي بتاخدها الدولة اللي عندها بترول، وده علشان حرفيا الدولة اللي عندها بترول فهي عندها فرخة بتبيض دهب كل يوم، بس دهب اسود. تاني حاجة علشان بيستخدم كوقود سواء بقى للعربيات أو الطيارات وكل وسائل النقل أو توليد الكهرباء وغيرها من الطاقة. لكن اللي ما تعرفوش إن 46% بس من إنتاج البترول هو اللي بيستخدم كوقود، والباقي بيدخل في صناعات تانية بنستخدمها كل يوم وما نقدرش نستغنى عنها، ومن ضمنها مأكولات، وده من غير ما نعرف إن الحاجات دي مصنوعة من البترول أو على الأقل البترول داخل في صناعتها. أهلا بيكم، يلا بينا نتعرف على منتجات من البترول أول مرة تسمع عنها. في الأول محتاجين نعرف إيه هو البترول وبيجي منين. البترول هو سائل طبيعي أسود موجود تحت الأرض، وبيتكون من تحلل الكائنات الحية أو بمعنى أصح اللي كانت حية، ولما الكائنات دي بتموت بتتعرض لدرجة حرارة شديدة جدا وضغط عالي، ومع مرور سنين كتير بتوصل لملايين السنين وبتتحول للكنز الأسود ده. اتعرف البترول أول مرة في القرن الرابع في الصين لما اكتشفته وعرفت إنه مادة قابلة للاشتعال. بدأت بحرقه علشان تبخر المية المالحة اللي فيها علشان ينتجوا الملح، ومن بعدها بدأت دول العالم تستخدمه كوقود عن طريق تقطيره واستخدامه أو لرصف الطرق، لحد القرن ال 19 لما وصل العالم الكيميائي روبرت تشيزبروغ لطريق علشان يستخلص بلسم شمعي من بقايا البترول الموجود في الآبار اللي هو حاليا بقى الفازلين. الحكاية بدأت سنة 1859 لما سافر روبرت كعالم مهتم بالكيمياء لدولة بنسلفانيا علشان يشوف حقول النفط، وهناك سمع العمال بيتكلموا عن مادة شمعية كانوا مسميينها شمع القضبان عشان بيلزق في قضبان المضخة وبيضطروا يشيلوه كل شوية، وإنهم لاحظوا إن المادة دي لما بتيجي على جرح بيسكن الوجع وبيسرع في وقت شفاء الجرح كمان. وبما إنه عالم كيميائي فالموضوع ده أثار فضوله وخد كمية من المادة دي وبدأ اكتشافها ومعرفة فوائدها وحاول تنقيتها وانه يشيل منها الرواسب. وبعد تقريبا 11 سنة شغل وتجارب فتح اول معمل لانتاج منتج جديد وسماه فازلين. ايوه هو ده الفازلين اللي كلنا بنستخدمه في حاجات تانية كتير، زي انه مسكن وعلاج للجروح، وكمان السباحين بيدهنوا بيه جسمهم قبل الغطس في المية الجليدية، ده غير انه عازل لاطراف البطارية عشان يحميها من التآكل، وغيرها من استخدامات تانية كتير. حتى النساء بتستخدمه في علاج الشعر وتنعيمه ومثبت لتسريحة الشعر، وكمان في مستحضرات التجميل. ومن هنا بقى في انطلاقة تانية. في بداية القرن العشرين لاحظ توماس ويليامز أخته ميبل وهي بتحط فازلين على فحم وبترسم بيه عينها وحواجبها، وفي رواية بتقول إنها تعرضت لحرق خسرت فيه حواجبها ورموشها، وهو ده سبب لجوءها للطريقة دي لرسم عينيها وحواجبها. وفي رواية تانية كمان بتقول إنها كانت بتهتم بإظهار جمالها وجمال عينيها. المهم إن توماس انبهر بالفكرة والنتيجة، فقرر يعمل مشروع منتج لتكثيف الرموش والحواجب، وبدأ مشروعه اللي سماه ميبلين تكريما لأخته اللي هي صاحبة الفكرة في الأصل. أيوة هي دي بداية شركة ميبلين المشهورة لمنتجات التجميل اللي بتعمل روجات ومانيكير أظافر وماسكارا وغيرها من المنتجات اللي كلها فيها فازلين، أو بمعنى أصح اللي فيها بترول. البترول ما وقفش على تلوين الرموش في حياة البشر وبس، لا ده كمان دخل لجسمهم. تتخيل ان معظم الاكل اللي بناكله كل يوم هو كمان فيه بترول؟ ايوه ما تستغربش، هحكي لكم القصة من اولها. الموضوع بدأ سنة 1830 لما وصل العالم الالماني كارل رايشنباخ في انتاج شمع البرافين من البترول. في الاول استخدمه كنوع من انواع الشمع العادي اللي هو الشمع اللي بنولعه لما النور بيقطع، او لو حد حب يعمل جو رومانسي في البيت. شمع البرافين بقى مش هو المصدر الوحيد للشموع، ده بس ارخصهم. المهم مع الوقت اكتشفوا فوائد طبيه ليه، زي تنعيم البشره وتفتيحها وازاله الندبات والتخلص من طبقات الجلد الميته، وعلاج التهاب المفاصل ومرونه العضلات وزياده تدفق الدم وتسكين الالام، يعني زي الفازلين بالظبط. اكيد يعني ما هم من نفس المصدر اللي هو البترول، وده طبعا معناه انه دخل هو كمان في صناعه الادويه ومستحضرات التجميل. نرجع بقى للاكل. في الاول بداوا يستخدموا شمع البرافين في تغليف الفاكهه والخضار علشان يحافظوا عليهم من البوظان ويزودوا عمرهم، واللي ساعد على كده انها في الاصل ماده شفافه ملهاش ولا لون ولا ريحه، يعني محدش هيتضايق من وجودها، بالعكس ده بيديها لمعه خفيفه وجذابه. ومع الوقت دخل شمع البرافين في تصنيع الزيوت المعدنيه اللي هي بتدخل في صناعه الاغذيه في الشركات عشان المنتج يفضل شكله وريحته وطعمه زي ما هو أطول فترة ممكنة، زي صناعة البسكوتات والمعجنات المختلفة واللحوم المصنعة والعصاير والمياه الغازية والحلويات بكل أشكالها زي الشوكولاتات والجيلي واللبان، وخاصة اللبان اللي داخل فيها مواد بترولية تانية غير البرافين. باختصار تقدر تقول إن اللبانة عبارة عن قطعة بترول بناكلها.
وفي صناعات تانية كتير أصلها من البترول أو البترول داخل في صناعتها بشكل كبير، زي مثلا معجون الأسنان وأطقم الأسنان نفسها والشرابات النايلون اللي بنلبسها في رجلينا دي ومادة البوليستر اللي بتدخل في الأقمشة وأقلام التلوين والألوان الصناعية اللي فيه منها بيدخل في صناعة الأكل المصنع، ده غير شمع البرافين اللي اتكلمنا عنه من شوية وحاجات غيرها كتير. لكن الميجا ستار في منتجات البترول هي خام البلاستيك اللي بيغزو كل بيت في العالم، بيتعمل منه ألعاب الأطفال والأكياس والشنط والشوزات والأجهزة الإلكترونية زي الموبايلات والكمبيوترات ومعظم أدوات المطبخ تقريبا، ويعتبر البلاستيك أشهر مادة خام موجودة في العالم ومنتشرة بسبب رخص ثمنها ومرونتها اللي بتسهل تصنيع الكثير من الأدوات والمنتجات. وبالمناسبة مادة البلاستيك هي المادة المسببة رقم 1 في تلوث العالم، وهي سبب في وجود جزيرة النفايات، ودي جزيرة اتكلمنا عنها في فيديو منفصل قبل كده، هنسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن وتقدروا كمان تشوفوه من اللينك اللي هيظهر دلوقتي ده. وفي علماء كمان بيتوقعوا ان نهاية العالم هتكون بسبب مادة البلاستيك. بعد ما عرفنا كمية المنتجات اللي داخل في صناعتها البترول ده، دلوقتي نقدر نفهم ليه العالم كله مهتم بالبترول وإنه مصدر قلق كبير لكل دول العالم، وأي حد بيشتغل في الاقتصاد لازم يبقى عينه على مؤشر سعر البترول، لدرجة إن في حروب قامت بسببه، وفي دول قيمتها في العالم بس بسبب إن عندها مخزون كبير من البترول. وأمريكا نفسها ما بقتش دولة عظمى غير بعد ما عملت اتفاقية الدولار مقابل النفط مع السعودية اللي بتنص على بيع البترول مقابل الدولار بس مش بأي عملة تانية. وبما ان المملكة العربية السعودية هي اللي مسؤولة عن منظمة اوبك اللي بتتحكم في البترول، فالاتفاقية اتعممت وده اهم اسباب قيمة الدولار في العالم كله. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.